الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع النبيين ليسما محمد خاتمهم، وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة يا جماعة أنا طالع أتكلم باسم وعقل وقلب ولسان كل مواطن مصري، ومش طالع نقطع في بعض، ومش طالع أقطع في حد. بس بصراحة اللي حصل واللي بيحصل من الحكومة المصرية لا يرضي عدو ولا حبيب. يعني أنت لو جايب عدو عشان يبوظ لك بلدك، مش هيعمل اللي عملته الحكومة المصرية من أكتر من 10 سنين بصراحة. يعني هما في الأول حطوا رؤية اسمها رؤية مصر 2030، وبعد ما مشوا في الرؤية ديت أكتر من 10 سنين فشلت، وهي فاشلة من الأول. والخبراء الاقتصاديين قالوا لهم من الأول ما تدخلوش صندوق النقد الدولي في مصر، إن مفيش دولة دخلت صندوق النقد الدولي مصر ونجحت أو حصل فيها تنمية. ومع ذلك صدرتوا دماغكم كحكومة ودخلتوا الصندوق وقعدتوا تقولوا احنا عارفين هنعمل ايه، احنا عاملين برنامج وعاملين رؤية وعاملين، وانتوا في الاخر شوية وزراء فاشلين. وده باين دلوقتي في الاسعار وفي سعر الدولار لما كان ب7 ونط بعد كده ل16، وبعد 16 ل30، ومن 30 ل50، مع انك بتبيع اراضي كتير. فهنا يا جماعة دلوقتي هما طالعين بحاجة جديدة. طبعا هم مش عايزين يكملوا مع صندوق النقد الدولي، مع ان صندوق النقد الدولي المفروض البرنامج بتاعه هيخلص كمان سنة بالظبط في اكتوبر 2026. يعني خلاص المفروض هو انت تمشي سلس مع صندوق النقد الدولي ونطلع منه بسلاسة. لكن لا، طب هم ليه عايزين يتخربوا وعايزين يقلبوا الدنيا؟ خلي بالكم موضوع خروج مصر من صندوق النقد الدولي في الفترة دي بالذات دي كارثة كبيرة على مصر يا جماعة. عارفين ليه؟ لان صندوق النقد الدولي هو اللي جايب لك الاستثمارات، هو اللي جايب لك الشركاء اللي هم بيشتروا منك الاراضي اللي انتوا بتسموها استثمارات في مصر. او الفائض البنك المركزي في مصر من دولار 49 مليار دولار، منهم 40 مليار دولار مش بتوعنا اصلا، اموال ساخنه صندوق النقد الدولي هو اللي جايبهم لك. فانت عشان تعمل الحركه دي مع الصندوق، تاني يوم مش هتلاقي عندك ال 40 مليار دولار دول. نرجع لسؤالنا، هم ليه عاوزين يتخرجوا من صندوق النقد الدولي بالذات في الفتره ديت؟ اقول لكم ليه يا جماعه. بكل سهوله، والكلام ده مفيش اعلام مصري هيقوله ولا تسمعوه في اي قناه تانية الا من الناس اللي عندها ضمير فعلا وفاهمه في الاقتصاد. الحكومه عايزه تخرب الدنيا مع صندوق النقد الدولي علشان صندوق النقد الدولي حاطط لهم اخر شرط عليهم. اخر شرط لصندوق النقد الدولي عليهم هم اللي هو ايه؟ اللي هم لازم يتخرجوا من الشركات المصرية، وهم مش عايزين يتخرجوا. يعني هم عملوا كل حاجة تيجي على المواطن المصري، وسمعوا كلام صندوق النقد في كل حاجة تيجي على الشعب المصري، وجم عند الحاجة اللي جاية عليهم هم ومش عاوزين يعملوها. عشان كده عاوزين يطلعوا من اتفاقهم مع صندوق النقد الدولي. طب دي تبقى وزارة عندها حلول وعندها برنامج اقتصادي ازاي؟ دلوقتي طالعين في حاجة اسمها السردية الوطنية للتنمية. نفس الحكايه برضو بتاعت رؤيه مصر 2030 الفاشله. طالعين دلوقتي في السرديه. طب السرديه دي فين الخطه اللي انت عاملها؟ فين خطه؟ هي خطه ولا سرديه؟ ده مجرد اقتراحات وليس خطه وليس برنامج اقتصادي. نطلع نقول ننسحب من صندوق النقد الدولي، دي زي ما قلت لحضرتك دي كارثه على مصر كلها يا جماعه. لان انت اللي دخلت صندوق النقد الدولي مصر في الوقت اللي كانوا جميع الخبراء المصريين اللي فاهمين وعندهم ضمير كان بيقول لك ما تدخلش صندوق النقد الدولي، وانت اللي اصريت تدخله. وبعد ما جيت على المواطن المصري كل حاجة انت عملتها كانت على حساب المواطن المصري، جاي على الحاجة دلوقتي اللي انت المفروض تعملها صح والوحيدة مش عاوز تعملها. عشان كده انت عايز تطلع من اتفاقك مع صندوق النقد الدولي. المواطن يا جماعة هو اللي دفع كل شيء، هو اللي دفع فواتير كل شيء. حتى الكباري اللي انتوا عملتوها والطرق اللي انت عملتوها والمباني وكل حاجة، كل مشاريعكم الفاشلة اللي بيستفيدش منها 75% من الشعب المصري، انتوا اللي عملتوها على حساب الشعب المصري. كل التعويمات اللي حصلت ديت كانت على حساب الشعب المصري. كل رفع الفواتير من كهرباء للمحروقات كلها كانت
الشعب المصري اللي بيدفعها، وانت بتسد فشلك وتسد عجز موازنتك من حساب المواطن المصري. انت كحكومة انت عملته للشعب المصري ايه؟ ومع ذلك مكملين برضو في فشلكم برضو وتقولوا سردية وطنية. سردية وطنية ايه يا جماعة؟ يا جماعة احنا مش هنضحك على بعض. يعني الوزارة دي كلها على بعضها انا مش عارف بصراحة، هتقولي وزير واحد عمل حاجة صح في البلد؟ من اول اصغر وزير لحد رئيس الوزراء اللي كل شويه يطلع لنا ببيانات وتصريحات، يا ريت يسكت احسن. يعني تطلع بتصريحات كلها وهميه وكلها على الورق. مفيش دلوقتي ثقه بين الشعب وبين الحكومه يا جماعه. صدقوني صدقوني يا جماعه، الضغط بيوادي الانفجار. كفايه كفايه. مصر محتاجه حكومه كامله متكامله عندها خطه اقتصاديه كامله لاي حكومه تيجي بعدها. احنا المفروض مصر يا جماعة، مصر دي كبيرة، مصر مش فقيرة، مصر كبيرة، لازم يكون عندها خطة اقتصادية للتنمية. احنا يا جماعة من 2011 التنمية زيرو. الدكتور محمود محي الدين بقاله شهر بيناحي في صوته، بيقول لك التنمية من 2011 زيرو. يا جماعة يا جماعة ارجعوا البرنامج 2010، مفيش فايدة، المكابرة فيهم. يا جماعة اقتصاد مصر مش ملك حد. انت كوزير كرئيس وزراء انت جاي المفروض معاك حلول للبلد، معاك حلول للمشاكل. انتوا مفيش فيكم وزير بيحل مشاكل. مفيش فيكم وزير ولا رئيس وزراء بيحل مشاكل وزارته. من اول هقول لكم امثله. مثلا يعني وزير التموين راح في داهيه وهيقلبوه نقدي بعد كده. وانتوا شايفين اللي بيحصل من التموين دلوقتي، ايه اللي بيحصل فيه. وزير الطرق، شايفين الطرق والسكك الحديد والحوادث اللي بتحصل والمليارات اللي بتصرف على الطرق برضو من دم الشعب المصري، والاخر نفس الحوادث بتحصل برضو. والغموض اللي في وزارة الطرق. وزير ايه تاني؟ وزير الطاقة. بكل شوية كل شهرين بيرفعوا فواتير الكهرباء، ورفعوها في شهر 7 اللي فات من غير ما حد يعرف في السكرت، ولسه هيرفعوها الشهر الجاي ده ان لم يكن الشهر ده برضو، عشان هم واعدين. وزير البترول برضو واعدين الصندوق النقد الدولي اللي هم يرفعوا المحروقات والطاقة خلال قبل المراجعة اللي جاية بتاعت 10 دي. وزيري تاني اقول لكم، وزيري تاني وزير التعليم. مفيش مدرسة واحدة اتبنت في مصر جديدة من كام سنة. وزير الصحة مفيش مستشفى. انا بقول لكم على ابسط. وعندك مشكلة كبيرة في الادوية برضو محدش بيتكلم فيها. انتوا يا جماعة يعني للاسف خربتوا الدنيا في جميع الوزارات. ليه؟ انتوا جايين وانت جاي كوزير لو ما عندكش حلول لمشكلتك حط خطة واضحة للمشاكل. انت جاي وعارف ايه مشاكل الوزارة. لو انت ما عندكش الحلول للمشاكل دي ما تجيش احسن. انت جاي تعمل ايه؟ انتوا حكومة كلها هزاز القص، من اول رئيسكم لحد اصغر وزير فيكم. وانتوا ليه يا جماعة؟ ليه مش فاهمين ان انتوا المفروض انتوا حكومة شغالين عند مصر؟ انت مصر مش ملككم. احنا مش شغال. احنا الشعب مش شغال عندكم عشان كل عجز عندكم تيجوا على المواطن المصري. المواطن المصري خلاص زهق منكم صدقوني. يعني احنا كمصر ما عندناش ناس كوادر تمسك الحكومات عندها حلول يا جماعه المشاكل الاقتصاديه اللي عندنا دي. والمشاكل دي احنا اللي عاملينها لنفسنا اصلا. يعني مصر ما كانش فيها مشكله اقتصاديه. احنا كنا بنلعب ب 2010 2011 كانت مصر بتلعب من 35 ل 50 مليار دولار، وكانوا مكفينا وكانوا كافيين خيرنا شرنا. وكان العجز او الفجوه ما بين استيرادنا وتصديرنا فجوه بسيطه كانت بتتلم، وكانت الناس كلها عايشه. كان كل واحد ممكن يشتغل، كل واحد بيكسب، حتى بياع المدين كان بيكسب. الشعب المصري كله كان ممكن يعمل له اي سبوبه جنبه في بيته في بلده في قريته، الناس كلها كانت بتكسب وكانت الدنيا ماشيه. انتوا ليه بتعملوا فينا كده يا جماعه؟ ليه دخلتونا النفق المظلم ده وجايين دلوقتي في نص البحر وعايزين تخلعوا وعايزين تبوظوا الدنيا؟ لا يا باشا، انت دخلت نفسك في حاجه تكون قدها. ما ينفعش تقول لي ما ينفعش تيجي دلوقتي تقول هنسيب صندوق النقد. انت هتخرب الدنيا كده ليه؟ عشان مصلحتك الشخصيه؟ عشان ما تتخرجش؟ عشان انت رافض تتخرج من الشركات المصريه؟ ده ما انت ليه ما رفضتش ان انت تيجي على الشعب المصري قبل كده؟ يا جماعة لازم نفهم كلنا، لازم الناس دي تحس. والإعلام المضلل بتاعنا ده لازم يفوق شوية. أو هيفوق إزاي أصلا؟ يعني كل واحد يا جماعة بيدور على مصلحته للأسف الشديد. بس إحنا كشعب خلاص إحنا فهمنا الدنيا ماشية إزاي. الناس ما عادش عندها يعني الجهل اللي كان قبل كده. الناس ديت يعني أنت كمسؤول بتطلع بتصريح زي ما قلنا قبل كده. لازم تصريحك ده يسمع في السوق، إلا إذا أنت بتضحك علينا.
كل حاجة بقت على الورق بس، انما على ارض الواقع مفيش، كله صفر كله صفر كله صفر. فيها يا جماعة، فيها يا جماعة، مش كده يعني، مش كده، مصر مش صغيرة يا جماعة الكلام ده، ولا احنا بلد فقيرة والله العظيم. انت عندك انت مدخل 13 مليون لاجئ مصر يا مفتري يا راجل يا مفتري. انت كنت فين كرئيس وزراء؟ كنت فين و13 مليون لاجئ دخلوا مصر؟ ال 13 مليون لاجئ دولت مش محتاجين اكل؟ مش بيشاركونا في اكلنا؟ بيشاركونا في شربنا؟ بيشاركونا في كل حاجة، في فاتورتنا، في فواتير الكهرباء، بيشاركونا في غازنا، بيشاركونا في وقودنا، بيشاركونا في الطاقة اللي بنستخدمها. مش كل ده بيرفع التكلفة علينا احنا كشعب مصري؟ ليه اصلا تسمح ب 13 مليون لاجئ؟ طب وانت زعلان ليه عمال تقول لا للتهجير لا للتهجير؟ ده كلهم مليون مواطن، اخواتنا في غزة يعني، مع اني مش مع التهجير، بس انا بكلمك كمبدأ عام. انت اصلا كده كده مدخل 13 مليون لاجئ عندك، بيشاركوا الشعب المصري، وهم اللي غلوا كل الفواتير على الشعب المصري، هم اللي غلوا كل السلع عند الشعب المصري. وانت لو انت مش عارف كده كرئيس وزراء، يبقى انت راجل معلش يعني، انت مش معانا في البلد. تيجي دلوقتي تقول لي ارفع. انا عملنا حلقة من اسبوعين ثلاثة لسه دلوقتي طالعين بيتكلموا فيها موضوع رفع المحروقات ورفع الوقود والكهرباء، ويقول لك صندوق النقد هو اللي لازمنا نعمل كده. لا يا باشا، انت اللي مواعد صندوق انت هتعمل كده، خليك واضح وصريح. ده البرنامج بتاعك مع صندوق النقد. انت مواعد صندوق النقد ان انت هتعمل كده في شهر 10. عشان كده عاوز تعمله قبل ما مجلس النواب يعود انعقاده تاني في اول شهر 10، عشان لما في 7 نواب اخيرا نطقوا وعاملين امر احاطة لوزير البترول ومجموعة وزراء ووزير الطاقة، اللي هم هيرفعوا المحروقات وهيرفعوا فواتير الكهرباء. طبعا هم عاوزين يرفعوا الكلام ده كله على الشعب قبل ما مجلس النواب ينعقد من جديد. انت كحكومة جاية عشان تريح الشعب. الحكومات كلها في العالم بتيجي عشان تريح الشعب بتاعها. رئيس الوزراء بتاع فرنسا بجاية قدره شالوه في 20 دقيقة. مجلس النواب بتاعهم شالوا الوزارة كلها وسحب الثقة منها في 20 دقيقة. عارفين ليه؟ عشان مع رغم اللي هو عنده برنامج اقتصادي قوي، لكنه فكر في البرنامج من ضمن برنامجه اللي هو يرفع الضرائب على الشعب الفرنسي. شالوه فورا، شالوه في 20 دقيقة. احنا من 2016 وانتم مطلعين عين الشعب المصري، من تعويمات، من رفع الوقود، من رفع الكهرباء، من رفع المية، من رفع السلع، لان مع كل تعويم السلع بتتضرب في اتنين بتلاتة. ليه يا جماعة بتعملوا في الناس كده؟ ليه تعملوا في شعبنا كده؟ احنا برضو شعب لحم ودم يعني. انت ليه خلقتوا مصر موازية مع مصر بتاعتنا؟ ليه مش عايشين معانا في مصر بتاعتنا؟ احنا قلنا 200 مرة، صندوق النقد الدولي طالب برنامج اقتصادي حر، برنامج اقتصادي حقيقي لدولة كبيرة زي مصر، تشتغل عليها جميع الحكومات، سواء الحكومة الحالية أو أي حكومات هتيجي بعد كده. يبقى ده برنامج دولة، مش برنامج وزارة، برنامج دولة. معلش، ما احنا كلنا ناس وهنموت يعني. انتوا مش مخللين في الدنيا يا جماعة. انت كوزير ورئيس وزراء، انت مش مخلل في الدنيا عشان تعمل برنامج على مقاسك. انت وزير في مصر، بلد زي مصر، تعمل برنامج اقتصادي لدولة زي مصر تستحقها مصر، مش برنامج وزاري وتقول لي رؤية مصر 2030، ودلوقتي بتقول لي السردية الوطنية للتنمية. تنمية ايه يا جماعة؟ التنمية زيرو. التنمية من 2010 في مصر زيرو، بالإضافة إلى زيادة الأعباء علينا وزيادة الديون على مصر، داخلين على 165 مليار دولار. البنك المركزي زي ما قلت لكم معهوش 10 مليار دولار فائض، إن ال 49 اللي جوه البنك المركزي 40 مليار منهم مش بتوعنا أصلا، أموال ساخنة ممكن الصندوق يسحبهم في أي وقت. وتقعد تعمل إيه بقى؟ ترجع تاني للصندوق زي ما رجعت له 2016 ويقول لك بقى عوم بقى دلوقتي بقى، المرة دي هتعوم من 50 لكام؟ اضرب في اتنين. يبقى انتوا بتحرقوا البلد ولا مش بتحرقوا البلد؟ يبقى انتوا ناس فاهمين كاقتصاد او فاهمين انتوا بتعملوا ايه،
ولا ماشيينها ازاي احنا مش عارفين بصراحة. يعني كل البلاد عندها حزب حاكم حزب حاكم هو اللي بيمشي الامور الاقتصادية ديت. مصر ما فيهاش حزب حاكم، تمام. فالمفروض المستشارين الاقتصاديين اللي بيفهموا بتوع الرئاسة المفروض هم يحطوا خطة وبرنامج اقتصادي لمصر. مين اللي بيراجع البرنامج الاقتصادي بتاع المستشارين؟ المفروض يعني ده اللي كان يحصل، يراجعوا المجلس الاعلى للاستثمار. احنا ولا عندنا حزب حاكم ولا استشاريين لهم دور اصلا. فهو ده اللي هو عايز، ده اللي عايزه صندوق النقد الدولي. هو عايز منك سياسات نظام محددة، عايز منك سياسات نظام اقتصادي محدد لدولة مش لحكومة. واللي انت تتخارج من الشركات وتتخارج وتشيل ايدك عن الشركات المصرية. انت ايه مشكلتك؟ انت كوزارة ايه مشكلتك في ايه ايه مشكلتك في الطلبات دي؟ طب وانت ليه ما عرضتش ليه على كل الطلبات اللي جت على المواطن المصري قبل كده؟ اشمعنى دي جايه تعرض عليها دلوقتي؟ فلازم نفهم، لازم نفهم ايه اللي بيحصل حوالينا. يجي يقول لك البرنامج اللي جاي دلوقتي بقى الجديد مبني على السياحه 2030. سياحه ايه يا جماعه؟ سياحه ايه؟ احنا عندنا السياح بينزلوا على فكره في القنطات، ما بيدفعوش. يعني ما تفكروش ان السياحه في مصر ما فيش ارقام ما فيش ارقام حقيقيه يقدر وزير السياحه يطلع يقولها لنا عشان تبقوا عارفين يعني. سياحة ايه؟ السياح الحقيقي اللي هو العربي الخليجي دلوقتي بقى مالك اصلا. يعني ما تعتبروش سائح، ده هو مالك. يعني مش هيجي مثلا هيفيد البلد مثلا اللي هو يأجر مثلا غرفة فندقية مثلا يفيد البلد، او ياكل في فندق يفيد البلد، او يصرف او يشتري سلع تفيد البلد. لا يا باشا، ده هو بقى مالك اصلا جوه بلدك. ده السائح الثري اللي انت المفروض بتدور عليه، انت اصلا ملكته في البلد، يبقى ازاي تعتبره سائح؟ فمشروع من اولها فاشل برضه. طب انت السائح اللي انت الخطة اللي انت بتعدها للسياحة 2030، هل انت عامل حسابك كزراعة وكصناعة اللي انت تكفي ال 30 مليون انت عاوز تجيبهم 2030 دولت؟ هتاكلهم منين وتشربهم منين عشان تجيبهم، عشان تسحبهم؟ طيب انت عملت لهم غرف اصلا عشان يباتوا فيها او عشان يناموا فيها؟ عملت لهم خدمات؟ يقول لك لا هنبني. انتوا لسه هنبني يا جماعة. ما احنا بقالنا 15 سنة بنعمل ايه؟ مصر بقالها 15 سنة بتعمل ايه يا جماعة؟ لما احنا لسه هنعمل غرف فندقية لخطة مصر 2030 اللي هي السردية للتنمية، السردية الوطنية للتنمية. يا جماعة مفيش مصداقية خلاص، مفيش مصداقية ما بيننا كشعب مصري وبين هذه الحكومة الفاشلة، لأن هي أثبتت فشلها فعلا. ولابد الحكومة اللي جاية ده لو هيغيروا الحكومة أصلا، الحكومة دي يكون معاها برنامج اقتصادي حقيقي للدولة، برنامج اقتصادي حقيقي للدولة برؤية جديدة وفكر جديد. عندهم تكون حكومة عندها حلول بجد، مش حلول على الورق. مش حلول على الورق، والواقع غير الورق، ملوش أي سكة ملوش أي صلة بالورق والتصريحاتهم ملهاش أي صلة بالواقع اللي احنا عايشينه. احنا مش هنقعد كل شوية يا جماعة نبيع في أصولنا. دي مصر أول مرة تبيع في أصولها كده يا جماعة، وقلنا مفيش مشكلة عشان نعدي المرحلة الاقتصادية الصعبة دي، مع إن المرحلة الاقتصادية دي إحنا اللي عاملينها في نفسنا. يعني المشكلة واللي زعلك أنت اللي عامل أصلا الأزمة الاقتصادية في نفسك للأسف الشديد، وحلولك كلها على شعبك. ما انتش عارف تجيب حلول، اللي أنت حلول خارجية أو مستثمرين بجد حقيقيين يشتغلوا في مصر وينموا مصر وينتجوا في مصر. انتاج عندنا والنمو عندنا يا جماعة صفر زيرو. انت كل مشاكلك بتحلها عن طريق كاهل المواطن المصري. كل مشاكلك كدولة بتحلها عن طريق المواطن المصري. فكفاية بصراحة، كفاية كده يعني. والمفروض نتمنى من ربنا سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر وأهل مصر يا رب، ويعودنا بحكومة يا رب تكون عندها برنامج اقتصادي حقيقي ينفع الأمة وينفع الشعب المصري، لأن الشعب المصري عانى كتير. فاحنا آن الأوان إن احنا نريح من نفسنا وتريحونا يا جماعة. ريحوا الشعب المصري لله. من يتقي الله يجعل له مخرجا
اتقوا الله يا جماعة عشان ربنا يكرمكم. اتقوا الله عشان ربنا يجعل لكم مخرج. والله المستعان.